السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أم عبد الله أتهوم، أم عبد الله في البيت. والنهاردة هعمل لكم البوريك بالجبنة والملبن. ويلا ندخل على المقادير على طول. نص كيلو دقيق جميع الاستعمالات، منخول، نص كوباية زبدة سايحة أو سمنة، ودي الزبدة اللي أنا عملتها معاكم، ربع كوباية زيت أو 8 معالق زيت، معلقتين كبار سكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، كوباية مية سخنة، كيس خميرة فورية، للحشو جبنة قديمة أو بيضة أو أي نوع جبنة، وعندنا ملبن الحشو كمان، 4 معالق صلصة عشان تدي لون للبوريك، ودي الصلصة اللي عملتها على القناة وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. سمسم لتزيين وش البوريك. وندخل على الوصفة. نحط الزيت على الزبدة السايحة واحطها على الدقيق. اخد نص كوباية المية السخنة واحطها في كوباية تانية واحط عليها معلقة سكر، والمعلقة التانية احطها على الدقيق مع معلقة البيكنج باودر. احط الخميرة مع نص كوباية المية السخنة والسكر واقلبها واسيبها شوية علشان اتأكد انها نشطة. اقلب الدقيق بالزبدة والزيت بايدك او بمعلقة، وابدأ اعجن الدقيق مع الزبدة والزيت زي ما انا بعمل في الفيديو. وده شكلها بعد ما عجنتها. حط الصلصة عليها ونقلب تاني كله مع بعض. بعد ما اتأكدت ان الخميرة نشطة نضيفها للدقيق وهي وباقي المية، ونرجع نعجنها كلهم من تاني. بعد ما اخلط المقادير مع بعض كويس نبدأ نعجن العجينة دي لمدة 10 دقايق على الأقل، ولو بتلزق معاكي حط معلقة دقيق. ده شكل العجينة بعد ما عجنتها 10 دقايق، وده قوام العجينة اللي أنا عايزة نوصله. نحط في الطبق معلقة زيت عشان العجينة ما تلزقش، واحط العجينة فيه واغطيها بكيس تلاجة او استرتش واسيبها تخمر لمدة ساعة لو احنا في الشتاء، وفي الصيف تحتاج نص ساعة بس. ودي العجينة بعد ما خمرت. ابدأ اهبط العجينة مرة تانية والمها كأني لسه عجناها، وابدأ اقطع العجينة قطع متساوية زي ما بقطع في الفيديو بالظبط، وابدأ الم كل قطعة زي البقجة. اخلص كل العجينة بالشكل ده وابدأ احشيها، بفردها واحط الحشو جواها واقفل عليها واضغط ضغطة بسيطة، وبين كل واحدة والتانية اسيب مسافة عشان هتخمر تاني. اهم حاجة بعد ما احشيها اقفلها كويس. ودي الكمية كلها بعد ما خلصتها وهي بتتحط في الصينية من غير ما تدهن اي حاجة، واسيبها ربع ساعة تخمر تاني. وقبل ما ادخلها الفرن بفرشة مبلولة مية ادهنها وارش عليها السمسم. أسخن الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقايق. أدخلها الفرن لمدة من 10 ل 15 دقيقة حسب الفرن بتاعي. وأول ما يحمر من تحت أطفي الفرن وأشغل شواية الفرن لحد ما وشه يحمر. وده شكل البوريك بعد ما طلع من الفرن. وبكده نكون عملنا البوريك بالجبنة والملبن من الآخر. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير عشان الكل يستفيد.